أستاذي وصديقي والكاتب القدير والرائع الأستاذ حسن المستكاوي. أستاذ حسن، برحب بحضرتك على شاشة الأهلي. أهلا يا دكتور، ازيك؟ الحمد لله. يا ترى تعليق حضرتك إيه على هذه الأزمة؟ طبعا كالعادة مش معقولة الأزمات الكثيرة اللي احنا فيها. أنا ما شفتش بجد في حياتي يعني رياضة أو دولة أو لعبة كل يوم في أزمة، تطلع من أزمة تقع في أزمة. كل حاجة، كل ماتش أزمة، مشكلة إذاعة مباراة أزمة، تدريب إقامة مباراة أزمة، مباراة ماتش ودي أزمة. يعني أنا الحقيقة شيء منهك، يعني أنا بتعجب يعني. طبعا الأهلي مهدد. بص يا ياسر، أنا هقول لك بقى بصراحة. اتفضل يا أستاذ حسن. عايز كورة ورياضة، وهو نشاط إنساني طبيعي وجميل وحقيقي، والعالم كله رتب أولوياته من زمان على الرياضة جزء من الحياة اليومية أو من حياة المجتمع، ومع السياسة والاقتصاد والاجتماع والطب وكل حاجة الرياضة موجودة. يا إما حد يطلع من الدولة يقول لنا مفيش رياضة لمدة سنتين. يقول لنا بوضوح يعني. يقول بوضوح يعني. يا جماعة بصوا، بلا كورة بلا كلام فارغ. مفيش رياضة لمدة سنتين عشان دي حاجة مهرفة وملهاش معنى والناس بتضرب بعضها وانسحبوا من كأس العالم. ما هو يطلع يقول كده بقى، ما خلاص بقى. المسؤولية قدام الرأي العام وقدام التاريخ. وانسحبوا من كأس العالم، لأن طبعا منتخبنا كمان هيبقى يعني ريشة في مهاب في كأس العالم. انسحبوا من كأس العالم، انسحبوا من تصفيات أفريقيا، اقفلوا الأندية دلوقتي سنتين لغاية ما نشوف حل في اللي احنا فيه. واللي احنا فيه الكورة مش مسؤولة عنه. مش هي اللي عملته. الدولة مش هي اللي عملت ده. الدولة من زمان، من أيام حسني مبارك ومن 20 سنة هي السبب فيما وصلنا إليه، بغض النظر عن القانون. أقصد يعني بأنها تغمض عينيها عن القانون وتطبيق القانون ومحاسبة أي مقصر. تركت الفوضى تنمو وتتعارع في المجتمع، فكان من النتيجة أنه بمرور الوقت مع الانفلات الأمني زادت الفوضى. نعود للموضوع. أنا اللي أعرفه أن الأمن في أي دولة مسؤول عن حماية المواطن وحماية المنشآت وحماية المواطن في بيته، في مكتبه، في منزله، في الشارع، في الملعب. بالظبط. وهقف قدام الملعب ثانية عشان أقول أن بعض الدول الأوروبية استغنت عن الأمن الموجود جوه الملعب لكنه موجود خارج الملعب. أيوة. أو جعلت للأمن صورة رمزية في الملعب مالوش تدخل مباشر، زي إنجلترا على سبيل المثال. نعم، إنجلترا على سبيل المثال وكثير من الدول الأوروبية. إذا إحنا عشان نعمل ده عايزين وقت. مش هتقدر تقول للأمن أو تقول للمجتمع أنت احفظ مباريات الكرة بتاعتك. لا. لأن ده عايز تنظيم وعايز وقت. الحل ان الامن هو اللي يحفظ مباريات كرة القدم الان ولفترة، عشان ما حدش يقول زي ما انا سمعت برضه البعض بيقول لا احنا خلاص الامن نستغنى عنه في ماتشات الكوره ونجيب شركات او الالتراس او الجمهور هو اللي يحفظ النظام. ما ينفعش برضه. ما هو يعني ما ينفعش طبعا. دي خيالات يعني. يا ريت نعالج ازماتنا بعيدا عن الاوهام والخيالات. يا استاذ حسن، زي ما طلع بعض الاراء بتقول احنا جربنا اللجان الشعبيه فممكن خلاص نستغنى عن وزاره الدخليه والامن ويبقى عندنا لجان شعبيه. ما ده كلام برضه وهم يعني. طبعا وهم. بص يا ياسر، الكلام اللي بيطلع وانت قاعد والناس قاعده على قهوه وبتشرب شيشه ده ما ينفعش في اداره ازمات. فاذا الحل ان الامن يكون موجود. والحل ايضا ان الجمهور يحترم وجود الامن. وإذا كان الجمهور وإذا كانت الأندية وإذا كان المجتمع لا يضمن أن الأمن إذا كان موجود لن يحترم، إذا بلاها كورة وبلاها رياضة. إنما اللي أعرفه أن واجب الأمن، الواجب الوطني للأمن، المهمة المقدسة لرجل الأمن أن يحمي المواطن أينما كان على أرض مصر. هذا دور وطني. زي ما ينفعش مثلا انا المقارنه يمكن صعبه شويه، لكن ما ينفعش انا اقول او حد الجيش المصري يقول لا والله احنا متضايقين شويه مش هنقدر نحارب، مش هنقدر ندافع عنكم عشان يعني احنا مغيرين يعني. ما ينفعش. لا. الجيش
له دور وطني مكلف به في التاريخ وبالجغرافيا في اي دوله، انه يحمي الوطن ويحمي حدود الوطن. الامن له مسؤوليه وطنيه وواجب وطني انه يحمي المواطن ويحمي المنشآت ويحمي الرياضه ويحمي بشرط، وهو شرط مهم جدا وانا بحط عليه تحتيه 1000 خط، ان يحترم الامن وان نقدر هذا الدور من الامن. يا اما حد من الدوله مره ثانيه ياسر يطلع يقول بلاها كوره مفيش كوره وهنقفل وبوضوح، لكن نقعد كل يوم نقعد في نفس الموال ونفس القصه ونفس الحكايه ومش عارفين راسنا من رجلينا. انا ما اعتقدش. الحل الاخير قدام الازمه اللي كالعاده فيها ازمات ان الكليه الحربيه والقوات المسلحه تضمن امن فريق البن في هذه المباراه، ولو تتلعب حتى بدون جمهور، لكن لابد من معالجه سريعه وحاسمه ونهائيه لعلاقه وقصه الامن بمباريات الكوره. هي عايزه معالجه من الجذور ومن الاساس يعني. بالظبط طبعا. هنقعد احنا نتكلم في امور مسطحه وخناقه والناس عماله تلاغي بعض من خلال وسائل الاعلام ومن خلال الجوابات. انا ما شفتش اداره ازمات بهذه الصوره الهزليه. يعني مش معقول يا جماعه، ده احنا لو في فصل مش في جمهوريه مصر العربيه لن تكون اداره ازماتنا بهذه الصوره. يا استاذ يعني حسن، انت حضرتك بتجيب كلمتين ما لهمش علاقه، عمرهم ما ركبوا مع بعض في مصر، اللي هي اداره الازمات. احنا دايما عندنا ازمات بس ما عندناش اداره. لا خالص للاسف يعني. فانا ارجو ان احنا ننظر لامور جديه وندرك تماما ان كره القدم ليس لهوا ولا لغوا ولا هي حاجه مسطحه ولا حاجه تافهه. كره القدم حاجه مهمه جدا بحياه الشعوب. شوفوا اليابان، شوفوا كوريا، شوفوا المانيا في كاس العالم جمهورها وناسها عملت ايه. اذا لازم نتعامل مع اللعبه ومع الصناعه بمنتهى الجديه. يا اما رجل شجاع يطلع يقول ويخاطب الشعب المصري ويقول بوضوح مش عايزين كوره لمده سنتين. عايز اسال حضرتك سؤال اخير يا استاذ حسن، هل دور هذا الامن ونحن نحترمه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هل يمنحه الحق في ان يصدر القرارات بالرفض او القبول؟ يعني مثلا الامن المفروض انه يحمي، بس هل الحمايه دي تديله الحق في ان يكون هو صاحب القرار؟ لا طبعا ده سؤال مهم جدا. هو مسؤول انه يحمي ولازم يحمي، ده واجب وطني. لكن انا عايز اقول لك حاجه، احنا في ظرف مش طبيعي. وانت تعرف وانت والمشاهدين يعلمون ماذا اعني باننا في ظرف غير طبيعي. لا طبعا كلنا متاكدين. من يحمي الامن؟ يعني احنا للاسف ان انا بسال سؤال في ظرف مش طبيعي، وسؤال لا يمكن يسال في اي لحظه من لحظات التاريخ، في تاريخ البشريه. من يحمي الامن فيما نحن فيه الان؟ عشان كده بقول لك الامن يكلف ويعمل واجبه الوطني، لكن بشرط ان يكون تقديره وان يكون دوره ايضا محميا ومقدسا من الجمهور ومن الجميع. لان انا شايف يعني ان احنا عاملين نحاسب الامن على كارثه حصلت في بورسعيد، على كوارث حصلت ايام حبيب العدلي. الامن بيتغير تدريجيا، مش هيتغير بين يوم وليله. لا طبعا، ومساله مش زرار هندوس عليه. لازم نمنحه الفرصه للتغيير والفرصه ان هو يعمل دوره. لكن مره ثانيه، وانا قلتها من قبل هذه الازمه، يعني قلتها نصا يعني لا انا شخصيا لو مواطن وخيرت اذا كان الامن بيفاضل بين حمايه مباراه كوره وبين دوره في حمايه الدوله والمواطن والبيوت المسلح والقتل والفلول وكل حاجه، لا انا هختار. لو كان دي معضله يعني انا هقول له لا من فضلك احميني من السطو المسلح ومن القتل ومن الاغتيال ومن. انما لازم يدرك الامن ايضا ان حمايه المباريات جزء مهم من دوره الوطني، وكمان الجمهور والاعلام لابد ان يحترم هذا الدور من الامن، والا مش هنخلص. ويبقى اخيرا هقولها لك بقى اخر حاجه يا ياسر،
لا توجد دولة في العالم يقرر فيها الأمن أو لا يقرر إقامة مباراة أو عدم إقامتها. مصر فقط. هذه مسؤولية صناعة كرة القدم أو إدارة كرة القدم. لا توجد ولا جزر الأنتيل الأمن بتاعها بيقول لها اعملي ماتشات ما تعمليش ماتشات، وإحنا في الحكاية دي بقالنا 50 سنة. بالظبط، وما حاولناش نناقشها أبدا. بقالنا 50 سنة، وأي حد في جمهورية مصر العربية مش مصدقني يرجع لأي جورنال من 50 سنة لغاية النهاردة هيلاقي إن الأمن بيوافق أو الأمن مش بيوافق. وإحنا عايشين في هذه النكتة بقالنا 50 سنة. لا الكورة صلحت ولا رجال الكورة صلحوا حاجة ولا الأندية عملت دور ولا عملت أي خطوة. وكذلك الأمن كان سعيدا بأنه صاحب القرار في إدارة اللعبة هي ليست من شأنه. من شأنه ولا من صميم اختصاصه، يعني ان هو ابدا. يا جماعه حرام عليكم، انا مش بكلمك انت، انا بكلم الراي العام وبكلم الامن وبكلم الدوله. حرام نقعد في نكته 50 سنه وباخت النكته. مش معقول مش عارفين نصلح حاجه. مش عارفين نصلح حاجه. كل يوم ازمه، كل يوم ازمه، كل يوم الماتش هيتذاع، لا الماتش مش هيتذاع، الامن موافق، لا الامن مش موافق. يا جماعه لازم نتغير. البلد دي لازم تتغير، وشبابها يتغير، وشعبها يتغير، ومسؤوليها يتغيروا. ومسؤوليها طبعا يتغيروا يعني 100%. انا عايز اقول لحضرتك انه يعني حتى الالتراس بقى فيه تغيير، وانا كنت معاهم امبارح في الشارع وقعد معاهم طول اليوم، وقالوا ان هم مش هيروحوا الماتش ومش هيعملوا اي مشكله ومش هيعملوا اي ازمه. وكابتن حسن حمدي نقل هذا للواء محمد ابراهيم النهارده وزير الداخليه، ورغم ذلك لا يزال الامن متعنتا رافضا اقامه المباراه من الاساس. انا طبعا يعني اسف لهذا، لكن يعني انا حاسس ان هناك يعني الامن مقموص مثلا. معقوله؟ يعني هل في دوله ممكن الامن يبقى زعلان ومقموص؟ يعني هو واضح كده استاذ حسن، او واضح انه في موقف مع الاهلي تحديدا. انا مش بقول كده عشان دي قناه الاهلي او ابدا، بس الامن في نفس الظرف وافق على مباراه لانبي، والاسبوع الماضي وافق على مباراه للزمالك بدون جمهور. اذا يعني بعد ما نصل الى النقطه الاخيره، اذا الامن سمح باقامه المباراه وتم تخطيط وضع تصور لمعالجه هذه الازمه المزمنه اللي بقى لها 50 سنه، مش مسؤوليه الداخليه دلوقتي الحاليه ولا الوزير محمد ابراهيم، وانا له الجهد اللي بيعمله بجد جهد هائل يعني، ونحن كلنا نحترمه ونسانده. يعني هي ازمه ياسر قديمه جدا لابد ان تحل. طبعا تصاعدت مع الاحتقانات الاخيره في اخر 5 سنين ثم بعد السنه الاخيره. ارجو ان يبقى في حل جذري لهذه المشكله، وان احنا جميعا نتكاتف ونقدر دوره، وكمان نتكاتف من اجل البلد واللعبه والصناعه. والا تاني اخر حاجه رجل شجاع يقول احنا مش عايزين كوره، بطلوا الرياضه، وهو يتحمل المسؤوليه التاريخيه اللي هتتكتب في كتاب التاريخ ان فلان لفلان قال. جمال عبد الناصر قال في يوم من الايام ما فيش كوره من 67 لغايه 71 او 72. هم استاذ حسن قالوا بلسان جمال عبد الناصر لغايه لما هو اللي سال قال انتوا وقفتوا الكره ليه فرجعوها. كان بالظبط كده. فاذا يعني هناك حاجات تاريخيه وحاجات احداث عظيمه في البلد تسمح بده، او حصلت سابقه بالشكل ده في الستينات. اذا كان في ظرف المره دي بيطالب او بيعني او بيفرض الغاء نشاط الكوره والرياضه عموما، حد شجاع بس يطلع يقول لنا بقرار واضح ان ما فيش رياضه لمده 2 سنين ويتحمل المسؤوليه التاريخيه، بس يعني ما فيش اكثر من كده. لكن نقعد طول النهار في نفس الدوامه ونفس الازمه دي، هذا شيء مضحك الحقيقه. ويبقى بقى شيء اخير كمان للمره، يعني انا قلت اخير دي 15 مره. لا ما احنا مستمتعين بحضرتك. لا انا اسف اني طولت، بس لا احنا مستمتعين بحضرتك. اذا كان الالتراس وهم شباب عنده طاقات ايجابيه حقيقيه، وانت عارف ان هم غيروا من شكل التشجيع وغيروا من شكل الرياضه وغيروا من شكل الملعب واضفوا بهجه بجد حقيقيه على الملاعب. اذا كان الالتراس وعد بانه
والجمهور وعد بانه لن يقتحم ولن يدخل المباراه، ما المانع اذا انها تقام، وبشرط ان يعني ان احنا نكون صدقنا الشباب دول، واذا خالفوا الوعد يبقى في كلام ثاني. استاذ حسن، انا مش عايز يعني احرق الحلقه اللي احنا عملناها اللي هتتذاع بكره، بس اسمح لي حضرتك احكي لحضرتك على موقف واحد انا شفته بنفسي كشاهد عيان. أيوة. قادة الألتراس في الاعتصام في شارع مجلس الأمة بيقدموا وجبات الأكل لعساكر الأمن المركزي وبيودوا لهم المية، وحينما تأتي مواعيد الصلاة الألتراس يقيموا الصلاة ويصلوا صفوفا واحدة بينهم وبين الضباط والعساكر. صحيح. أنا عايز أقول أن ما فيش بيت في مصر ولا حتى الألتراس وأهاليهم ما لهمش ضابط شرطة أو يعني أو أمين شرطة. ولازم ندرك أن كل من يعمل في الأمن هو مواطن مصري زي بيمارس عمله ودوره، ويعني نفكر ان دول برضه اهلنا وشعبنا كله شعب واحد، ما فيش حاجه اسمها فلان التراس وفلان اهلي وفلان زمالك وفلان مش عارف مصراوي وفلان، لا. لازم نتغير يا ياسر، ولازم الدوله تفوق بناسها وبشعبها وبقادتها قبل اي حد. اسمح لي انا اقول لحضرتك بقى اخر حاجه ممكن. انت حضرتك يعني شرفت بك شاشة الأهلي في برنامجك الجميل والعبقري عن 100 سنة أهلي اللي هو رصد للتاريخ. أعتقد إن حضرتك يا دوبك تلحق تعمل 100 سنة تانية وتبتدي بالمشاكل، لأنه هتاخد منك وقت أطول من 100 سنة الأولانية. هتصور هتاخد وقت كبير جدا، لأن احنا بقالنا 50 سنة في مشاكل. فيعني انت هتعمل ال100 سنة التانية بقى للأهلي، فاحنا محتاجين جهد كبير جدا من حسن المستكاوي. الله